كان يا مكان كان في عيلة متوسطة الحال اسمها عيلة مستر عيلة مستر أوتس. ايوه صح، هي العيلة دي عيلة مستر فوتس. العيلة دي ورثت فلوس كتير قوي من عمهم اللي كان عايش في امريكا، فقرروا يشتروا قصر حلو كده على قدهم. لفوا كتير وقليل وملقيوش قصر سعره مناسب. مستر اوتس قال خلاص بقى نجيب بيت حلو كده بجنينة. لكن مدام أوتس أبدا لا يمكن، لازم تشتري قصر. طبعا، امال تتفشخر على قرايبها ازاي؟ وأخيرا لقيوا قصر سعره مناسب. القصر ده كان بتاع عيلة اسمها عيلة كونترفيل. ايوه هي العيلة دي. صاحبة القصر كانت ايه يا بنتي، انت هتحكي الحدوته كلها لوحدك؟ ما تسيبي الشباب يمثلوا. ماشي، اما نشوف هيعرفوا يعملوا المشهد ولا يكسفونا. اهلا مستر أوتس. ايه رأي حضرتك بالقصر؟ قصر جميل وفخم الحقيقة، والعفش كمان حلو قوي، بفكر نشتريه كمان. ايه يا ماما ده قديم قوي والوانه وحشة كمان. الوان وحشه ايه؟ ده تحفه. واكيد حضراتكم شفتوا الجنينه كبيره جدا وجميله. فعلا كبيرة وجميلة وينفع الولاد يلعبوا فيها. يلا يا ولاد روحوا العبوا. هو احنا لو اخدنا العفش السعر هيزيد كتير؟ لا خالص يا فندم، هما 2000 فرنك بس. فعلا؟ لا كتير قوي، هم كفاية 2500 فرنك بس. خلاص يا فندم، براحتك. يبقى اتفقنا. بس في مشكله صغيره كنت عايزه انبه حضراتكم عليها. اتفضلي طبعا. جدتي ساكنه في القصر. نعم، جدتك؟ يعني ايه؟ قصدي شبه جدتي. انا بتكلم بجد على فكره. القصر ده بقاله 200 سنه، كل ما حد يجي يشتريه لازم تحصل مشكله والمشتري ما يكملش اسبوع. بلاش كلام فاضي. هو انت مش عاوزه تبيعلنا القصر ولا جالك سعر اعلى من اللي احنا متفقين عليه؟ اطلاقا، انا فعلا نفسي ابيع القصر. انا سمعت فعلا انك مرتبطة بالقصر ومش عاوزة تبيعيه. ابدا، انا بس حبيت اقول لكم عشان ما اكونش غشتكم. القصر فعلا فيه شبح. بجد انت قلتي شبح؟ نفسي اشوف شبح. ارجوك تعملنا فين الشبح فين في القصر؟ نفسكم تشوفوا شبح؟ صحيح، هو يجي ايه جنبكم؟ اكيد مش هيكون مرعب اكتر منكم. يا سلام يا اختي، ولازم الناس تكون بتقرا وترسم زيك؟ حتى طب حاجة مملة. ارجوك يا بابا نشتري القصر ارجوك. ها يا مستر اوتس، هنكتب العقد امتى؟ هنكتب العقد حالا وندفع باقي الفلوس بكرة. اهلا وسهلا. اقدم لكم مدام فيردي مديرة المنزل. خدامة يعني. خدامة؟ معلش يا مدام فيردي، اصل ما اول مرة يعيشوا في قصر. مدام فيردي هي اللي ربتني وتقريبا ربتنا كلنا، وهي كمان اللي هتربي معايا الولاد. وهم عرفوا ان القصر ده فيه شبح وصوته كان بيرعب كل الناس حتى الجيران اللي حواليه، لدرجة ان هم مشيوا من جنبنا. عارفنا وهنشتري القصر والعفش كمان. احنا عيلة لا تؤمن بالأشباح. وبعدين لو شبه ده بجد يجيلي. او نلعب معاه ونتسلى. او نبعته هوليوود يبقى نجم هناك، او نوديه متحف وهيتم عليه ابحاث كتير.